التعامل مع العميل المصري بيختلف تماما عن العميل الاجنبي. العميل المصري ما ينطبقش عليه القاعده بتاعه العميل دايما على حق خالص. العميل المصري ده يتعامل معامله سام، يعني تشوف محضر ومين اللي غلطان. هو بيبتدي اول ما يجيب المنتج بتاعك بيروح لاقط رقمك، طبعا كأنه شقط واحده بالظبط. يجيب رقم الهوت لاين بتاعك ويتصل بيك لاي سبب بقى. بتبتدي مثلا ان هو مش عارف يفتح الكرتونه، مثلا راح متصل بيك: ايوه مساء الخير، ومتعصب جدا بقى: سمحت الكرتونه مش عايز تفتح، انا كلمتكم قبل ما اكلم حمايه المستهلك عشان انا كده حقي بيضيع. ايه المشكله يا فندم؟ طب ما تفتح، حاول تفتحها، اقطعها مثلا، اقطعها اقطعها عشان لما اجي ارجع المنتج تقول لي ما هي الكرتونه مفتوحه. لا، الحركات دي مش عليا انا. ما انا هرجعه، ما انا عميل رخم، انا اصلا بفتح المنتج عشان ارجعه، اشوفه وهطلع فيه اي عيب وارجعه لكم. انا عميل للشيطان جاي اكفرك اصلا. تقدر تساعدني ازاي؟ ابعتوا مندوب من عندكم يفتح لي الكرتونه، عايز رقم الاوردر. اديني بقى المدير بتاعك، اديني مديرك بس. لا انا مش هتكلم معاك خلاص، انا مش هتكلم معاك. وصل تقول لي بقى اديني رقم الاوردر ونرد على بعض؟ لا لا، مش هديك رقم الاوردر. رقم موبايل ظهر عندك، مش هو ده اللي عملت بيه الاوردر؟ خمن باسم مين. مش هقول لك اسم مين، دور انت. مش عارف صوتي؟ لسه مكلمكم امبارح، مكلم زميلك امبارح. ارجع الاوردر ده الحل بتاعك يعني؟ تخليني ارجع الاوردر؟ انت مش بتربوا زباين ليه؟ انا مش عارف بصراحه. دي اخر مره اعمل اوردر عندكم. انا عميل عندكم دائم من زمان. ده اول اوردر اعمله. دي اخر مره اخش افضحكم على السوشيال ميديا كلها، هصور لكم كرتونه وهي مقفوله متبرشمه كده. محدش يشتري من الشركه دي.